أنت مع عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا أم بقائهم في لبنان؟ أنا مع عودتهم لسوريا، لكن ضمن شرط منطقي، ضمن شرط أن تستوعب سوريا عودة العدد الكبير من اللاجئين لحتى ما يرجعوا ويكون وضعهم سيء جدا، وبنفس الوقت لحتى ما يرجعوا ويعملوا أزمة هائلة في سوريا. اليوم سوريا ما عندها موارد، يعني دوبا سوريا عم تطعمي الناس الموجودة فيها، ما في بنى تحتية، في بنى تحتية مهدمة، في بنى تحتية يا دوب عم تقدر تقوم باللي موجود. هل البنية التحتية في لبنان قادرة أن تحتمل هذه الأعداد من اللاجئين؟ لا، وهي المصيبة. هي المصيبة. اليوم الحل أعطيني حل. يبدأ في إنك أنت تلاقي تسويات في المنطقة، لأنه الحل مربوط بتسوية سياسية، تجي ترفع عقوبات ولو بشكل مو كامل، تهيئ بنية تحتية بسوريا، تعمل اتفاق مع الدولة السورية على أن يكون هناك شروط معينة لعودة هاللاجئين، وتجيب لهم إمكانات معينة يقدروا يعملوا فيها تصليح للمناطق المهدمة، مي شرب، حد أدنى من العمالة والتوظيف، إمكانية الشغل لحتى يرجعوا يشتغلوا. نعم. تطعميهم وتشربهم. اليوم بسوريا ما في كهرباء. نعم، ولكن هذه التسويات إذا استغرقت وقتا طويلا، هل لبنان قادر أن يتحمل هذا الضغط الكبير الواقع عليه؟ ما بتوقع، بس أنا ما بعرف، ما عندي حلول. أنا ممثل. نعم. ماني سياسي. الفكرة بأنه يعني مع حبنا لسوريا ولبنان والأردن ومصر، عم نحكي إحنا هلأ بمنطق البنية التحتية زي ما حضرتك ذكرت، يعني هم سوريين، فالدولة السورية هي المسؤولة عنهم. يعني هن ليش نحكي منطق دول. هن ليش بلبنان عايشين عيشة 5 نجوم اللاجئين؟ أكيد لا، بس يعني أنت شوفي وضعهم بلبنان، اللاجئين السوريين عايشين بلبنان عايشين حياة صعبة جدا، بس ماخذين يمكن معتمدين على المساعدات الدولية اللي عم تجي. ولما بيكونوا عم قاعدين بلبنان عم ياخذوا هالمساعدات ليشتروا أكل وشرب فيها، كانوا بالأسواق اللبنانية. أنا بعرف إنه في عبء على لبنان، لكن بنفس الوقت اجت مساعدات واجت امور يعني للبنان، وبنفس الوقت اجت مساعدات لبعض الدول الاخرى اللي استضافت اللاجئين. المساعدات تذهب الى المكان الذي يجب ان تذهب اليه في عالمنا العربي. في عالمنا العربي، انا لا اخصص الان في عالمنا العربي. ما عندي اي فكره، لكن انا اليوم بدي اقول لك الشرط الصحي اكيد انه ما يكون في لاجئ ببلد اخر. نعم، اكيد الشرط الصحي انه هذا الرجل السوري الذي يحمل جواز السفر السوري يجب ان يكون موجود في بلده التي تؤمن له حياه لائقه، ولا يجب ان يكون في بلد مجاور عم ينحت فيها بالصخر ليقدر ياكل ويشرب ويعيش اولاده. بس كمان انا ماني مع انه هذا اللاجئ اللي قاعد بهذا البلد الثاني اللي هو ما عنده مقومات الصمود بالاكل والشرب، هذا ما قصدي، يبظ ويخلف 16 ولد. يعني كمان بدي احكي بالمنطق. طب انت اليوم اذا انت عايش بخيمه وما عم تقدر تاكل وتشرب، وانت بدات هالازمه عندك ولدين، اليوم بنهايه هالازمه صار عندك 15 ولد، ليش؟ يعني هذا رايي. وبجوز تواجه تحارب عليه كمان، ما بنعرف شو بنحكي، كلمه بيطلعوا لنا بيقولوا لنا. هل يجب توزيع حبوب منع الحمل مع المساعدات؟ ما بعرف. قد يكون واحد من الحلول.